السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن حاجه يمكن كتير مش بيفكر فيها، لكن لو فكرت فيها هتلاقي ان الاختلاف ده جزء طبيعي في حياتنا وبيأثر على كل حاجه بنعملها. هنتكلم النهارده عن الفرق بين تفكير الرجل والمراه، وازاي كل واحد فيهم بيشوف الدنيا بشكل مختلف. وناس كتير بيفكروا ان دي مشكله ولازم الحاجه دي تتغير. الحقيقه ان الاختلاف ده مش وحش، بل بالعكس، الاختلاف ده هو اللي بيخلينا نكمل بعض، هو اللي بيخلي الحياه اغنى واحلى. يعني ببساطه لو كنا كلنا شبه بعض الدنيا كانت هتبقى ممله جدا، صح؟ النهارده هنتكلم عن الاختلاف ده بتفاصيل اكبر عشان نعرف اكتر عن طبيعه تفكير الرجل والمراه، وازاي ده بيأثر على حياتنا اليوميه سواء في شغلنا او علاقتنا او حتى في تعاملاتنا مع الناس. كلنا عارفين ان الرجل والمرأة مختلفين في حاجات كتير، مش بس في الشكل او الوظيفة الاجتماعية، لكن كمان في طريقة التفكير. الناس كتير بيتكلموا عن الفرق ده، وفي آراء كتير بتقول ان طبيعة التفكير عند الرجل غير طبيعة التفكير عند المرأة. بس ازاي ده بيحصل؟ وهل الاختلاف ده بيأثر على العلاقات ما بينهم؟ تعالوا نفكر في الموضوع ده بشكل اعمق. اول حاجة لازم نبدأ بيها هي ان الرجالة عموما عندهم طريقة تفكير منطقية جدا. يعني لو حصل مشكلة في شغلهم او حياتهم غالبا بيحاولوا يفكروا فيها من الناحية العملية، بيحلوا المشكلة من غير ما يتأثروا بالعواطف. لو في حاجة لازم تتصلح الرجالة بيحبوا يشوفوا الحلول بشكل مباشر وسريع، اما المرأة فغالبا بيكون عندها طريقة تفكير عاطفية اكبر. يعني لو حصل عندها موقف او مشكلة مش بس بتشوفها من الناحية العملية، لكن كمان بتاخد مشاعرها في الحسبان. يعني مثلا لو حصل مشكلة في علاقة او شغل، المرأة غالبا هتفكر في الناس المتورطين في الموقف ده، هتكون اكتر حساسية وتحاول تفهم شعور كل طرف قبل ما تفكر في الحلول. وده مش معناها ان الرجالة مش عندهم مشاعر او ان النساء مش قادرين يحلوا المشاكل بشكل منطقي، لكن الاختلاف ده بيكون في الاولويات في التفكير. يعني الرجاله لو عايزين يحلوا المشكله بشكل مباشر، النساء بتقضي وقت اكتر في فهم المشاعر المرتبطه بالموضوع. الاختلاف الثاني اللي بيبان بين الرجل والمراه هو في طريقه التواصل. الرجاله غالبا مش بيحبوا التفاصيل الكتير او الكلام الزايد. لو عايز تقول للرجل حاجه خلي الكلام مختصر وواضح، لانه بيحب الكلام المباشر اللي يوصل للهدف بسرعه. مش معناه انه مش مهتم او مش عاوز يسمعك، لكن هو مش هيفهم لو الكلام طويل جدا او مليان تفاصيل مش مهمه بالنسبه له. اما المراه فبتحب تكون في تفاصيل واضحه اكتر. يعني لو هتتكلم مع واحده عن مشكله حصلت هتحكي لها عن كل التفاصيل الصغيره من اول لحظه حصل فيها الموقف لحد ما وصلتوا للحل. المراه بتحب تحكي عشان تحاول بس تشارك مشاعرها وتفهم كل شيء على حقيقته. لو قلت لها مفيش مشكله كله تمام غالبا هتحس انك مش مهتم او مش عاوز تحكي في الموضوع. هي مش بس عايزه حل، هي بس عايزه تشاركك المشاعر اللي مرت بيها. وده بيخلي التواصل بين الرجل والمراه في بعض الاحيان يكون فيه سوء تفاهم، لان الراجل مش دايما فاهم ليه المراه بتركز في التفاصيل، والمراه مش دايما فاهمه ليه الراجل عاوز يخلص الموضوع بسرعه. لما يكون في ضغوط او مشاكل الرجال عموما بيحبوا يركزوا على الحلول العمليه. يعني لو عنده مشكله في شغله او حياته الشخصيه هو غالبا هيحاول يفكر ازاي يحلها ويبدا يشتغل عليها مباشره. ده مش معناه انه مش متاثر، لكن هو بيشوف المشاكل بشكل مادي اكتر وبيبقى عايز يخلص منها بسرعه. اما المراه بتتاثر اكتر بالضغوطات العاطفيه وممكن تعيش المشاعر السلبيه لفتره اطول. يعني لو حصل موقف محبط في شغلها او في حياتها غالبا هتحتاج وقت اطول للتعامل مع مشاعرها قبل ما تبدا تلاقي حل. هي مش بس بتفكر في حل المشكله، لكن كمان بتفكر في تاثير المشكله عليها وعلى اللي حواليها. لو وصلت لحد هنا بفكرك لو حابب المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش اللايك والاشتراك والشير، لان ده بيشجعنا ان نعمل فيديوهات اكتر. وشكرا. نيجي بقى للنظره المستقبليه. الراجل في الغالب لما يخطط في المستقبل بيفكر بشكل عملي جدا، يعني بيحط اهداف معينه قدامه وبيحاول يوصل ليها بشكل منظم. ممكن يكون عنده تصور واضح اللي هيكون عليه مستقبله في الجوانب العمليه زي الشغل او الامور الماليه. اما المراه فبتفكر في المستقبل بشكل اكبر شموليه، يعني مش بس في الشغل او الفلوس لكن كمان في علاقاتها الاجتماعيه، لعيلتها وصحتها النفسيه والعاطفيه. المراه بتدور على التوازن بين كل جوانب حياتها، وده بيخلي تفكيرها في المستقبل اكتر تنوعا. لما يجي وقت العلاقات العاطفيه الاختلافات دي بتظهر بشكل واضح. الرجل غالبا بيفكر في العلاقه من زاويه افعال اكتر من مشاعر. يعني لو هو بيحبك هيبين لك ده من خلال افعاله، هيساعدك في حاجات معينه، هيدعمك في شغلك، يكون موجود لو احتجتيه. مش دايما هيفهم انك محتاجه مشاعر اكتر او كلام حلو. اما المراه فهي غالبا بتدور على الكلمات والمعامله العاطفيه اكتر من الافعال. يعني هي مش بس عايزه تحس بحب الشخص اللي قدامها من افعاله، لكنها كمان عايزه تسمع كلمات حب وتقدير منه. الاختلافات بين الرجل والمراه مش بس على مستوى الفكر لكن كمان بيولوجيا ونفسيا. في فروقات بتاثر على طريقه التفكير. الرجاله والنساء عندهم مستويات مختلفه من الهرمونات اللي بتاثر على تصرفاتهم ومشاعرهم. يعني مثلا هرمون التستوستيرون عند الرجاله بيخليه اكتر ميولا للمخاطره، وبينما هرمون الاستروجين عند المراه بيخليها اكثر تركيزا على التواصل والاهتمام بالعلاقات. الراجل بشكل عام مش بيحب يركز على التفاصيل
التفاصيل الصغيره بقدر ما هو يحب يشوف الصوره الكبيره. يعني ممكن يكون عنده هدف كبير قدامه ويشتغل عليه بكل قوته من غير ما يركز في تفاصيل اللي حوالين الموضوع. اما المراه فهي عاده بتحب تركز في التفاصيل الصغيره، وده بيظهر سواء في حياتها اليوميه او في تعاملاتها مع الاخرين. يعني لو في مشكله صغيره المراه بتحب تبص ليها من كل الزوايا وتاخد وقتها في التفكير فيها قبل ما تاخد القرار. في النهايه الفرق بين الرجل والمراه في التفكير مش معناه ان واحد افضل من التاني، بالعكس لو فهمنا الاختلاف ده هنعرف نكمل بعض بشكل افضل. لو الرجل والمراه فهموا ان هم مش لازم يكونوا زي بعض وبدل من كده يحاولوا يتقبلوا اختلافاتهم هيكون عندهم علاقه افضل واعمق. النصيحه اللي اديها لكل واحد فينا سواء ان كنت واحد او واحده هي انكم تتعلموا وتتقبلوا اختلافات بعض. مش كل حاجه بتكون بنفس الطريقه، وكل واحد فينا عنده طريقه في التعامل مع المواقف. لو حاولنا نفهم ونقبل اختلافات بعض نقدر نعيش في حياه اكتر توازنا وننجح في علاقتنا. ده كان موضوعنا النهارده عن الفرق بين تفكير الرجل والمراه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان تكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في الموضوع ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.